هو انت ليه يا دكتور مش بتتكلمي على المونجارو والفيكتوزا والاوزامبيك والساكسندا؟ تعالى نتكلم عليهم. What if we rewrite the stars? Say we were made to combine. بص بقى، الحقن دي هي مصنعة في الفترة الأخيرة واتصدرت لنا الأول على إنها أدوية سكر. احنا في جسمنا فيه هرمونات شبع كتير، وفيه هرمون جوع واحد وهو هرمون GLP-1. الهرمون ده موجود في جسمنا، مشكلته الوحيدة ان هو بيتكسر في وقت قليل، بتوصل لدقيقتين، فبعد فترة من اكلنا بنحس بالجوع، ودي حاجة فسيولوجية ربنا خلقها لنا. فالشركات خدت الهرمون ده وبدأت تعمله تعديل صناعي لغاية ما عملته مصنع بحيث ان هو يتكسر في وقت أبطأ، بتوصل ل 13 وال 20 ثانية على حسب نوع الحقنة. وبدأت تتروج في السوق على انها ادوية سكر، بتبدأ تخفض مستوى سكر الدم وتشبع مريض السكر. وبدأوا يلاحظوا ان الناس بدأت تخس، فبدأت تعتمد في منظمة الصحة العالمية على انها ادوية تخسيس، وفي منها انواع كتير زي ما قلت لكم، الساكسندا والفيكتوزا والاوزامبيك والمونجارو والريبالسز. والادوية دي كلها في منها حقن وفي منها برشام، في منها بيتاخد اسبوعيا وفي منها بيتاخد كل يوم على حسب التركيز. نتائج الحقن دي محدش يقدر ينكرها، بتوصل وتعادل عمليات التكميم. معتمدة من وزارة الصحة المصرية، معتمدة وبدأت تنزل في الأسواق المصرية. فيها كم مشكلة، تعالى نتكلم عن المشاكل. أول مشكلة فيها، ودي بتختلف من حد لحد، إن الأدوية دي بالنسبة لأسعارها فيها حاجات غالية شوية بتوصل ل20,000. ومشكلتها إنها بتقدري بتاخدي منها جرعات كبيرة، فبتكون مكلفة إلى حد ما. تاني مشكلة معانا في الحقن دي، ان الحقن دي زي ما قلنا هي عبارة عن GLP-1، فاللي هو هرمون بيسد معانا الجوع، ما بحسش بجوع، وبتوصل لحالات معانا انها بتقولك مش بقدر حتى اشرب المية، بتبقى قرفانة من الاكل. ودي تالت مشكلة معانا، ان الحقن دي بتسبب غثيان والميل للقيء وكركبة في البطن، اوقات اسهال، اوقات امساك شديد، عدم ارتياح في الاكل، عدم ارتياح في المعدة، وده طبيعي من الاعراض الجانبية للحقنة. فطبيعي لما باخد الحقنة شهيتي بتقفل تماما. طيب انا هفضل اخد الحقنة دي كتير، هفضل اخد لغايه ما اوصل سيل المثالي، وبعد المثالي ان انا وانس وقفت الحقنه دي الشهيه بترجع، وبترجع بكميه كبيره جدا، ان انت شهيتك بتزيد وما بتقدريش تكنترول الاكل، وده بحالات بنشوفها معانا. فلو انت او انتي مش قادرين تكنترول اكلكم قبل الحقن دي وخدتوها، ما تستغربوش نفسكم لو ما بطلتوا الحقن دي وصلوا للوزن المثالي، لان شهيتكم رجعت تزيد وبشكل غريب. غير اصلا وانت بتاخد الحقن دي انت مش قدامك غير انت تعمل دايت ورياضه، ونرجع لنفس الموضوع من اول وجديد، سواء عمليه او حقن او جلسات او كل المتحكم في ثبات الوزن اللي هتوصل له، او حتى نزوله من الاول، بيعتمد على الدايت والرياضه. يعني احنا نلف ونرجع برضه للدايت والرياضه. بس الحقن موجوده في مصر وموجوده في الصيدليات ومعتمده من وزاره الصحه المصريه واثبتت فعاليتها، بس ليها شروط وليها بركوشنز وليها اثار جانبيه لازم تاخد بالك منها قبل ما تبتدي فيها.